ولقراءة سيناريوهات المحاكمة معي عبر الهاتف الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية. دكتور عمرو، بشكل مباشر هل محاكمة مرسي أكثر خطورة من محاكمة مبارك؟ أتصور ذلك، لأن أيمن هذه المحاكمة هي محاكمة لتنظيم الإخوان بشكل أساسي، كما أنها المرة الأولى التي يعلم فيها المتظاهرين أو من يقود المسيرات والمظاهرات مكان الرئيس مرسي. هذه هي المرة الأولى منذ عزل الرئيس في 3 يوليو الماضي. الأمر الثالث خطورتها تكمن في دعوات الحشد والتجمع والتي يشبه بين قوسين كده بشكل يبدو واضح أعمال تخريب متوقعة، ليس بغرض شيء ولكن بغرض الرغبة في إحياء التنظيم في حالة مواد تقريبا، ومحاولة اختطاف من الخارج، بمعنى أن هناك رغبة في أن تكون هناك قيادة جديدة من الخارج، وهذا ما كانت تسعى إليه جماعة الإخوان المسلمين أو قيادات الجماعة في الخارج في التنظيم العالمي، أن يختطفوا التنظيم. هذه هي الوسيلة أو هذا هو الوقت المناسب لاختطاف التنظيم، على اعتبار أن كافة القيادات طيب دكتور عمرو، يعني ما نسمع موجودة في السجون. ما نسمع دائما أن التنظيم والإخوان وأنصارهم في الشارع هم في الرمق الأخير، ولكن ما يحدث يعني استمرارا لربط الأحداث من الجامعات إلى المحاكمة بعد غد لا ينطبق على الأرض. هو يا أيمن هقول لك على حاجة، هو هي دي سر الدعوات المستمرة للحشد، وبعضها بيكون فارغ المضمون، يعني تظاهرة السويس والسويس طريق إلى القدس، يعني الكلام أصبح فيه نوع من بين قوسين كده العك، يعني أو يعني الرغبة في الحشد لغرض الحشد أو لغرض الإحياء التنظيم، لغرض إحياء إثبات أن الجماعة موجودة على الأرض. ولدينا هنا ربما يكون ده اللي كان واضح كمان في الزيارة الأخيرة للجنة حقوق الإنسان للسجون ترى، يعني كل من تقابلوا مع أعضاء الجماعة على انفراد وبشكل منفرد، كل واحد على حدة، كان النغمة واضحة والنغمة ثابتة. روحوا شوفوا لنا تقرير رابعة، روحوا شوفوا لنا رابعة. وطبعا من الغريب ان اللي خرج ردد نفس الكلام، المفترض ما يرددهوش، لان رددوا، فلما رددوا معناها اللي بيودي رسالة للمتظاهرين ان احنا قلبنا معاكم، ما لكوش دعوة بينا، احنا نقدر نتحمل، بس اهم حاجة انتوا تتحملوا لان احنا قلبنا معاكم. فطبعا رددوا الرسالة بتوع حقوق الانسان للاسف، فطبعا سمعها الخارج اللي موجودين في الشارع. طيب. اصبح هناك في نوع من ان الناس دي بتضحي عشاننا، فيجب ان احنا نستمر في الحشد والتعبئه. طيب، يعني باي لفظ دكتور عمرو نصف يعني الدعوات الحشد بعد غد وقت المحاكمه؟ هل نصفها باللفظ الامني انها خطيره ام انها ستمر مرور الكرام كما كان في السابق؟ انا اتصور ان ما اتخذ من اجراءات امنيه كافي تماما، ولأن الدعوات للتظاهر وعمل مسيرات في الشوارع طبعا هي دعوات مشروعة تماما، لكن مسألة العنف هو الخط الأحمر، وهم يريدون أن يكون هناك نوع من استخدام العنف حتى ترد الداخلية بشكل عنيف، فيصبح هناك ضحايا، فتزيد المظلومية ويزيد الصراخ ويزيد الرفض أو الترفيص في الأرض إنجاز التعبير والعويل، حتى يجذب الخارج في الغرب، ويجذب انظار الاخوان المسلمين التنظيم العالمي على ان نحن لازلنا هنا، ونحن لازلنا قادة التنظيم، والتنظيم لازال قائم، وقيادته هي قيادات المقر. كل هذه الامور متصورة انها تحدث، لا انها سوف تحدث، لكن اتصور ان اليقظة الامنية سوف تكون بالمرصاد، ويكون لها الامر الاساسي في حسم مثل هذه الامور وهذه التجاوزات. تمام. دكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجيه، شكرا جزيلا يا فندم على هذه المداخله وهذه التوضيحات.